انا عارفه بقى ومتاكده ان كلكم زي حالاتي ولادكم مغلبينكم كده وما بياكلوش الخضار ابدا. تعالى اقولك بقى لو ولادك ما بياكلوش الخضار ازاي تعملي لهم وصفه حلوه جدا وهم اللي هيطلبوها منك وهياكلوا الخضار من اول قطعه لاخر قطعه. وكمان بنص كيلو لحمه مفرومه هنعمل كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. هنحتاج بقى لنص كيلو لحمه مفرومه وهنضيف عليه معلقتين كبار دهن حيواني. لو بتحبوا اللي الضاني حطوا معلقتين من اللي الضاني او اي دهن حيواني موجود عندكم. هنضيف عليهم بقى بصلايه كبيره مفرومه ناعم جدا بالميه بتاعتها. وهنضيف عليهم نص كوبايه من البقسماط وبيضه ومعلقه ملح ومعلقه فلفل اسود ومعلقه من السبع بهارات ومعلقه بابريكا ومعلقه من خلطه الكفته. وهنبدا بقى ان احنا نعجن الحاجات دي مع بعض كويس جدا. ودي يا جماعه اهم حاجه في الموضوع كله ان احنا نعجن اللحمه بتاعتنا كويس جدا لحد لما تلاقوا ان اللحمه مطلعه خيوط كده بين ايديكم. وطبعا هقول لكم زي كل مره لو بتزهقوا من العجن خدوا اللحمه وخدوا كل الحاجات دي وحطوها في الكبه ضربتين ثلاثه. المهم ان اللحمه تنعم معاكم ولما تيجوا تسمغوها كده بين ايديكم تلاقوا ان اللحمه صوابعكم بتعلم عليها. هنجيب بقى طبق فيه شويه زيت صغيرين وهنمسح ايدينا مسحه زيت وهنبدا بقى نشكل الكفته بتاعتنا. حاولوا انكم ما تصغروش الكور قوي لان طبعا انتوا عارفين ان اللحمه بعد التسويه بتكش شويه. هنخلص بقى كل الكميه زي ما انتوا شايفين كده وهناخد الطبق بتاعنا ده وندخله التلاجة. هنغطيه الاول كده بكيس وندخله التلاجة بالظبط نص ساعه نريحها شويه. في الوقت ده بقى هنجهز شويه خضار. لو عندك بقى فلفل الوان حلو جدا كده العيال بتحب الالوان الكتيره في الاكل. هنجهز بقى فلفل الوان فلفل اخضر واصفر واحمر. هنحتاج كمان حبيتين طماطم حبيتين بطاطس. هنقطع كل الخضار بتاعنا لمكعبات زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنجيب بقى طبق كبير وننزل فيه كل الخضار اللي احنا قطعناه. وهنضيف عليهم كمان شويه بصل او ورمه لو موجود عندكم بصل من الصغير ده حطوه. لو مش موجود عندكم قطعوا برده بصلايه كبيره كده مكعبات. هنضيف عليهم بقى معلقه ملح صغيره ومعلقه فلفل اسود صغيره ومكعب مرقه فوريه بطعم الخضار. وهنقلبهم مع بعض كويس وهنسيب الخضار بتاعنا كده يتبل نص ساعة. هنعمل ايه بقى يا مروة بعد كده؟ هنجهز السياخ بتاعتنا ونبدأ بقى في احب مرحلة بالنسبة لي يا جماعة. انا بحب الخطوة دي جدا بحب العب بقى بالالوان كده. هنحط بقى بصل بطاطس فلفل مرة احمر مرة اصفر مرة اخضر شكلوا براحتكم بقى كده وخلوا العيال يجوا يلعبوا معاكم. انا بحب الخطوة دي جدا. حد بقى هيقول لي يا مروة طب البطاطس جامدة ومش هتدخل معانا في السيخ؟ ما تقلقوش خالص يا جماعة البطاطس بتدخل معانا زيها زي البصل زي الفلفل ما تقلقوش منها خالص. اهم حاجة وانتوا بتقطعوها مكعبات ما تخلوش المكعبات بتاعه البطاطس تخينه قوي. وزي ما انتم شايفين بقى هنخلص كل الكميه بتاعتنا بالشكل ده. وانا هنا يا جماعه كنت بلعب ملكوش علاقه باللي انا بعمله ده. ما شاء الله خلصت كل الكميه نص كيلو لحمه عمل معايا 13 سيخ زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هنجيب بقى صينيه عليها ورقه زبده وهننزل بباقي الخضار اللي عندنا اللي احنا ما حطيناهوش بقى. طبعا في شويه خضار كده اتبقوا بالميه بتاعتهم بالميه اللي كانت نازله منهم بقى بالتتبيله بكل حاجه. هنرص بقى الصيغ بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهنجيب بقى كوبايه نحط فيها معلقتين كبار من صلصه الطماطم عليهم نص معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من السكر. وهنضيف عليهم كمان معلقتين من الزيت. هنقلب بقى الحاجات دي مع بعض كويس جدا وهننزل بقى بالصلصه بتاعتنا دي على الكفته. وهنرجع بقى نغطي الصينيه بتاعتنا بورق زبده ورق الومنيوم. وهناخدها بقى ندخلها فرن سخن على اعلى درجه حراره في الرف اللي في النص. هتاخد معانا في الفرن بالظبط كده من 35 ل 40 دقيقه. وفي اخر 10 دقايق بنشيل الورق خالص وبنشغل الشوايه. هنعمل بقى شويه سلطه طحينه معلقتين 3 من الطحينه هنخفهم بشويه ميه. وهنضيف عليهم فصين من الثوم وعصير ليمون وملح وكمون وعلبه زبادي. وهنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا لحد لما نوصل بقى للقوام اللي احنا عايزينه. هنجهز كمان السلطه اللي احنا هنقدمها مع الكفته. قطعت كده بصل حلقات وقطعت طماطم حلقات طبعا رقيقه جدا وشويه كزبره خضراء حطيت عليهم معلقه كبيره من السماق وقلبتهم مع بعض كويس جدا. وكده خلاص كل حاجه عندنا بقت جاهزه. وهنا كده خلاص بقى الصينيه القمر بتاعتنا كمان خرجت من الفرن. زي ما قلت لكم كده في اخر 10 دقايق شلت ورق الالومنيوم وشغلت الشوايه. بس طبعا قبل ما اشغل الشوايه انا دهنت الكفته بالصوص اللي نازل في قلب الصينيه. زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا صوص في قلب الصينيه هناخد منه بالفرشه. وهندهن الكفته بتاعتنا وهنحطها تحت الشوايه بالظبط 5 دقايق. بتطلع بقى بالجمال اللي انتم شايفينه ده. لو حابين انكم بقى تولعوا لها قطعه فحم براحتكم جدا. انا بصراحه ولعت لها قطعه فحم بس اللقطه دي ما اتصورتش وانا بحب الخطوه دي جدا. وطبعا يا جماعه اللي شايف انها خطوه مضره ومش عايز يعملها ما يعملهاش بس انا بحبها بتدي طعم حلو جدا للكفته والخضار. شايفين بقى ما شاء الله كل الكميه دي عملناها بنص كيلو بس من اللحمه المفرومه. وعايزه اقول لكم يا جماعه الطعم بتاعها خطير. حابين بقى تاكلوها كده مع عيش وسلطات بتكون خطيره. حابين تعملوا جنبها شويه مكرونه طبعا براحتكم جدا. عايزه اقول لكم بقى ان الكائن اللي قدامكم دي ما بتاكلش الخضار ولا بتاكل الفاكهه ومغلباني ومطلعه عيني. بس كل مره بعمل شيش الكفته بالطريقه دي حرفيا بتاكل وبتكون مبسوطه جدا وتقول لي يا ماما اعمليها تاني. يلا بقى مستنيين ايه؟ قوموا جربوا شيش الكفته بالخضار بالطريقه بتاعتي وانا متاكده ان هو هيعجبكم وهيعجب كل البيت. هيعجب الكبار وهيعجب الصغيرين.
وبس كده خلاص خلصنا، والفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكالعاده وزي كل يوم ما تنسوش يا جماعه لو الفيديو عجبكم تعملوا ايه؟ تعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.